اليوم غادي نكملوا الرحله ديالنا في لو دروا فيسكال ماروكا، وغادي نزوميو على واحد الخانه مهمه بزاف من ديك الخططات اللي شفناها، الخانه ديال كونتريبيوابل، الخاضع للضريبه. شوفوا، فاش كنهضروا على الخاضع للضريبه كاينين لي بيرسون فيزيك اللي هما انا وانت، وكاينين لي بيرسون مورال اللي هما الشركات. اليوم غادي نركزوا على الشركات، وغادي نجاوبوا على واحد السؤال بسيط ولكن حاسم: شكون هي الشركات اللي مجبره اوبليغاتوارمون انها تخلص الضريبه على الشركات و لامبو سيغ لي سوسيتي اللي كنرمزوا ليها بالياس؟ هادشي كيتسمى لو شون دابليكاسيون اوبليغاتوار، يعني شكون اللي كيدخل في هذا المجال وشكون اللي ما كيدخلش. والقانون المغربي واضح بزاف هذه النقطه، لا لوا اي تري كلير سيغ سو بوين. الماده الاولى من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبه على الشركات اعطانا واحد اللائحه ديال الشركات اللي ما عندهاش الاختيار. يلا نشوفوها بوين باغ بوين. اولا كيقول لنا الفقره الاولى من الماده الاولى ان لي سوسيتي دو كابيتو داخله في ليس سون اوبليغاتوارمون سوميز ليس، شركات رؤوس الاموال. شنو هي شركات رؤوس الاموال؟ هما جوج الانواع مشهورين: اس ا سوسيتي انونيم و اس سي ا سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون. بالخصوص اس ا هادو هما الشركات الكبار اللي كتعرفوا، الابناك، شركات الاتصالات، الشركات الكبيره اللي مدرجه في البورصه. القانون كيقول دي لور كو لا سوسيتي ا لا فورم جوريديك دون اس ا صافي اوتوماتيكيا وبشكل اجباري هي خابره الضريبه على الشركات. il n'y a pas de discussion possible. ثانيا، وهذه هي اهم وحده فيكم تعرفوها حيت هي اللي منتشره بزاف في المغرب، لا سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي او اس ا ار ال. حسب الفقره الثانيه من الماده الاولى 90% ديال الشركات اللي كتعاملوا معاهم في الحياه اليوميه هما اس ا ار ال. المقاول اللي كتعرف، ديك الشركه الصغيره ديال الخدمات، المحل التجاري اللي طور من راسو ودار شركه، كلهم تقريبا اس ا ار ال. وحتى هي لا ريغل جينيرال اي كلير، الا كانت عندك شركه اس ا ار ال راك اجباريا خاضع للضريبه على الشركات. ولكن وهنا كاينه واحد الاستثناء مهم بزاف، اون اكسبسيون تري امبورطونت، واحد الاختيار اللي عطاه القانون للشركات الصغيره. الماده 7 مكرره من نفس القانون كتقول واخا اس ا ار ال كتكون في الاصل خاضعه ليس، لو ليجيسلاتور ا بريفو اون اوبسيون للشركات اللي رقم اعمالها ما كيفوتش 3 مليون درهم سنويا وكيكون عندها حد اقصى 4 شركاء وكلهم اشخاص ذاتيين مقيمين في المغرب. هادو كيقدروا يختاروا تخضع او ريجيم دو لامبو سيغ لو ريفونو لي ار في بلاصتها، ولكن يخصهم يقدموا طلب كتابي للاداره الضريبيه في مده اقصاها 4 شهور من تاسيس الشركه او بدايه السنه المحاسبيه. بارفي، دابا ندوزو لي كا بارتيكولي شويه. شوفوا معايا النقطه الثالثه، لا سوسيتي سيفيل، الشركه المدنيه. دابا شي واحد فيكم غيقول او استاذ مدنيه يعني ماشي تجاريه اذا ما عليهاش الضريبه. اتونشن، سي بلو نيونسي كو سا. الفقره الثالثه من الماده الاولى كتقول ان لا سوسيتي سيفيل اللي غالبا كيديروها لي بروفيسيون ليبرال بحال الاطباء والمحامين او لا بور لا جيستيون دو باتريمون ايموبيليي في الاصل ما كتكونش خاضعه ليس. ولكن و سي لا و سا دوفيان انتريسون، الا هاد الشركه المدنيه بدات كدير شي اكتيفيتي اندستريال او كوميرسيال يعني لوبجي دوفيان لوكراتيف، ديك الساعه القانون كيجرها حتى هي ليس. النقطة الرابعة حتى هي تقنية ومهمة، لي سوسيتي دو بيرسون، شركات الأشخاص بحال اس ان سي و اس سي اس. هادو في الأصل حسب المادة 3 من القانون لو برينسيپ سي لا ترانسبارونس فيسكال، الضريبة ديالهم كتكون على مستوى الأشخاص ماشي الشركة. ولكن وهنا كاينة ليكسيبسيون كروسيال، الفقرة الرابعة من المادة الأولى كتقول لنا إلا كان واحد من الشركاء واخا يكون غير واحد هو اون بيرسون مورال يعني شركة أخرى، ديك الساعة كل شيء كيتبدل. toute la société de personnes devient obligatoirement soumise à l'IS. واخيرا القانون عطانا واحد لا ريغل جينيرال دو غاتراباج، بحال شي شبكه كتجمع اي حاجه ممكن تفلت. الماده 2 من القانون كتقول لنا لي زيتابليسمون بوبليك او لا توت اوتر بيرسون مورال سوا دو دروا بوبليك او دو دروا بريفي الا كان كيمارس اون اكتيفيتي اندستريال كوميرسيال ولا كتمثل واحد لو كاركتير لوكراتيف حتى هو كيخلص ليس. وهنا الطابع التجاري أو المربح حسب المادة 6 من القانون التجاري المغربي كيتعرف بأنه كل نشاط يهدف إلى تحقيق الربح من خلال بيع السلع أو تقديم الخدمات بشكل منتظم ومستمر. دونك en résumé le champ d'application obligatoire de l'IS كيشمل بالأساس les sociétés de capitaux SA ou les sociétés à responsabilité limitée SARL، وكيزيد عليهم دي كا بارتيكوليي بحال الشركات المدنيه وشركات الاشخاص سو سيغتين كونديسيون محدده بدقه في القانون. وفي الاخر كيعتمد على لو برينسيپ دو كاركتير لوكراتيف باش يحدد الخضوع للضريبه. فهم هاد اللائحه هو لا كلي دو فوت باش تعرف كيفاش لا لوجيك دو دروا فيسكال كيفكر. كتولي تعرف كل شركه قدامك غير من لا فورم جوريديك شنو هو لو ريجيم فيسكال ابليكابل.
طبعا كاينين دي زيكسيبسيون ودي زوبسيون اخرين، هادشي كله كنتعمقوا فيه دون نو فورماسيون ابروفوندي هنا في نيكس اكاديميا.